كمان وزاد هو إعلان الحداد على الضمير. ناس تقول أصبح طريق، وناس تقول واخد أجازة، وناس بتحلف بيت يمين إنه ماتوا كانوا ماشيين في الجنازة. الله. قلت أستنسخ ضميري لأجل ما أتبرع لغيري. قالوا يا ابني بلاش غلطة، أنت أصلا جاي غلطة، ده أنت بتأذن في ملقى. هو مين هيسمعك؟ أنت بتعلم في طرشي، والحيتان لما كبرت اختفينا الأنفاش. الله. جميل جدا. هذا بلال عذبوه فما ضجر، فوق الرمال الساخنة وضعوا على الجسد الحجر، بالرق حضره الإله، هذا جزاء من صبر. صار المؤذن للنبي كنية وبها اشتهر، في الحرب أبدى بسالة وبالعدو قد ظفر. مات الرسول والصوت في الصدر انحشر، ترك الأذان وللخليفة اعتذر، لما تولى عمر الخلافة وانتصر. في القدس أذن يا بلال، أمر الخليفة قد صدر، أبكى الجميع بصوته حتى الطيور مع الحجر. الله عليك يا جميل. تسلم. حضرات الإخوة، أنا يمكن نبهتكم بأنه اللي عنده حاجة يكتبها للإرهاب، لأنه الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنجهز كل شيء لإصدار المطبوع اللي هو بيقول لا للإرهاب ولا للتطرف. الحاجات دي توصل عن طريق يا إما تسلمها للأستاذ عادل عوض، يا إما تسلمها لي، وآخرنا الندوة الجاية إن شاء الله كل اللي عنده عمل يجيبه، عشان بعد كده محدش يعاتب أنا فين لما يلاقي المطبوع ظهر. أنا أتمنى كل واحد فيكم يبقى له بصمة في العمل الجديد بتاعنا ان شاء الله. شكرا. بنشكر الأستاذ الشاعر فتحي عوض.